السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنتكلم عندنا عن نوع من الصبارات وهو المملاريا. طبعا المملاريا زي ما احنا شايفين كده بيكون النبات عندي فيه أكتر من راس بالشكل ده. كل راس عندي بتكون الجزء الداخلي ليها أو الجزء المفروض بيكون لونه أخضر أو لونه ليموني شوية، وبيكون الأشواك بتكون خارجة من الجزء الخارجي. طبعا زي ما احنا شايفين كمية الأشواك ما شاء الله يعني إيه قوية جدا. وبينمو اللي هو بينمو النبات عندي بينمو ان هو بيكون شكله عباره عن رؤوس جنب بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل ده دي النوع عندنا من المملاريا، تمام، لان في عندنا انواع كتير من المملاريا غير النوع ده اسم العيله بتاع النبات نفسه. طيب النوع ده عندنا يعني زي ما احنا شايفين كده الاشواك بتاعته بتكون حاده نوعا ما طبعا. بتحمل عنده الحرارة وبيتحمل الرطوبة وبيتحمل نقص المية وبتحمل الظروف بتاعت مصر بشكل كبير، وظروف بردك اللي هي الدول العربية ودول الخليج. بنبقى حذرين جدا لما بنيجي بنزرعه في مكان فيه أطفال. ده من ضمن اللي هي التحذيرات اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منها. شكرا.